يا مساء الفل والورد والياسمين عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عيد سعيد عليكم وعلى حبايبكم، ويجعل يا رب ايامكم كلها اعياد بصحبة حبايبكم واهلكم وكل اللي بتحبوهم يكونوا حواليكم باذن الله. يلا نسمي الله كده ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده تاني يوم العيد طبعا. طلعنا يعني اول يوم ويوم صيام يوم عرفة وصيام الايام اللي فاتت، طلعنا كل الافكار اللي عندنا وعملناها. فحبيت النهارده يبقى يوم بسيط يعني وعادي كده، فالولاد ايه يعني اخدت رايهم نعمل بسله. يا ولاد قالوا ماشي تمام. فطلعت حته لحمه كده، شوحت بصلايه بقرن فلفل كده هتاخد لون بسيط كده، وهنزل عليها بقطعه اللحمه اللي قطعتها. تمام. عملنا طبعا فتة، وعملنا صورت معاكم شورتس اول يوم اللي هو الفطار الكبدة وكده. وطبعا اول يوم برضو كان بقية الفتة بتاعت صيام يوم عرفة، فقضينا بيه اول يوم. بصراحة ما عملتش يعني اكل جديد. فانا بقالي فترة مش بصور معاكم، فكان في شوية ظروف كده، بس الحمد لله يعني دعواتكم ان انا ارجع يعني زي الاول وانزل فيديوهات كده على طول، وعدي يعني من الفترة دي على خير ان شاء الله. ماشي يا بنات. فحطيت اللحمة كده بس اتشوحت شوية مع البصلة، وهنزل بمعلقة صلصة كده. بحب احط يعني مع الخضار معلقة صلصة كده بتديله لون، يعني وبتديله طعم كويس. تمام. هشوحها برضو كده، وهنزل بقى ايه بالطماطم المعصورة اللي عندي. بس يا بنات، وزي اي طبيخ طبعا بتعمليه، هنظبط بقى الملح والفلفل، وحطيت ورقتين لوري كده برضو مع اللحمة وهي بتتشوح، وخلاص كده. وعندي بقى البسلة اللي كنت مفرزاها معاكم، هطلع منها كيس بعد الطماطم ما تتسبك، هنزل بالبسلة عليها. تمام. قولولي احكولي عملتوا ايه في العيد، ورحتوا فين وقضيتوا العيد في البيت ولا ايه؟ غالبا يعني اول يوم بنقضيه نوم في البيت، يعني لو مش ورانا مشاوير او كده. انا بالنسبه لي ده اللي حصل بصراحه، لان يعني والدتي واخواتي وكده بعيد عني، فاللي هو ايه ما روحتش لحد بصراحه اول يوم. وهعمل كمان برام رز معاكم اهو. غسلت الرز كويس، وفي الوقت دوت كنت مولعه الفرن بيسخن. هحط برضو شويه لبن كده، وحطيت على الرز معلقه ملح، وهكمل بميه يعني، ومبحطش الكميه كلها لبن بصراحه. تمام. بس ومش بحط اي ماده دهنيه خالص غير بعد ما بيطلع من الفرن. تمام. هحطه بقى كده، الفرن شغال، الفرن شغال من تحت، الفرن والشوايه مشغلهم مع بعض. وهحط الرز تقريبا ربع ساعه. تمام. مهديه النار من تحت، مش مهديها قوي، معليه الشوايه على الاخر. بس بعد ربع ساعه طلع بالمنظر القمر ده، مش قادره اقول لكم يعني كان طعمه تحفه ازاي. تمام. بظهر المعلقه كده، وبعمل فتحات كده. ومعايا هنا معلقه سمنه بلدي على معلقتين زيت، وهنزل بيهم كده على الرز. في ناس بتحط بقى السمنه او الزبده او اي ماده دهنيه في الاول خالص مع اللبن. جربي بس الطريقه دي كده، بعد ما يطلع من الفرن جربي تحطي السمنه، وشوفي الطعم هيبقى عامل ازاي والريحه عامله ازاي. بس دي ميه بنات، مش زيت يعني. بزود برضو شويه ميه، حسيت ان هو لسه يعني هتلاقيه وانتي بتحطي المعلقه كده هتلاقيه بيخروش شويه، يبقى محتاج شويه ميه تاني. تمام. وفي الوقت ده هرجع برضو ادخله الفرن على نار هاديه وبغطيه. تمام. خلاص كده الرز بتاعي برضو كان استوى، وطفيت عليه. ما اخدش كمان 5 دقايق او 10 دقايق تاني في الفرن على نار هاديه. بس يا بنات، والبسله كمان كانت استوت. هغرف بقى ليا انا والولاد، باباهم ما كانش موجود، وهنتغدى. ادي يوم بسيط خالص يعني، مش ضروري عشان خاطر يبقى عيد ان احنا لازم كل يوم عمايل اكل وكركبه. يوم عادي خالص بسيط يعني. اللحمه اللي المفروض تعمليها في اليوم ده عملتها بخضار وخلاص. تمام. ما تنسونيش بقى بلايك واشتراك يا بنات بالله عليكم، لان انا يعني بقالي كتير قوي منزلتش فيديوهات، والقناه رجعت تاني يعني الحمد لله.
كل سنة وحضراتكم طيبين، واجعلوا عيد سعيد عليكم يا رب ونفضل دايما كده مع بعض، وبحبكم جدا في الله يا أحلى اخوات. مع السلامة.